السلام عليكم. بدنا نبق هالبحصة ونتوكل على الله. بالنسبة للمتظاهرين اللي باب توما اللي عم طالعين ضد الحظر تبع بيع الخمور وما خمور وهالمسائل هاي في باب توما والقصاع، مع تحفظنا على الحكومة وقراراتها والمسائل هاي خاصة بهذا المجال، بنقول طيب شو دخل العيش بكرامة باللافتات اللي رافعينها، وشو دخل سوريا لكل السوريين باللافتات اللي رافعينها؟ في ناس عم تصطاد بالمي العكر بالفعل، وفي ناس شافوهم وشافوا صورهم، الناس اللي موجودة من الشبيحة الكلاب اللي بدهم يعملوا بلبلة وفوضى بسوريا، مع تحفظنا على التظاهر السلمي والمسائل هاي اللي هي حق لكل مواطن سوري انه يطلع ويبدي رأيه. ولكن بالنسبة لمسألة الخمور وما خمور، يعني لنا تعليقاتنا الخاصة على السلطة فيها، فبنتركها لبعدين، مش مشكلة. بالنسبة لنا خلينا نترك المسألة الهامة جدا جدا اللي هي الخمور وتقييد بيعها للمسيحيين على أساس المسيحيين هم اللي بيسكروا بس لحالهم يعني، ونروح للأمور الثانوية البسيطة مثل العدالة الانتقالية، مثل محاسبة المجرمين. محاسبة المجرمين هاي شغلة تافهة بالنسبة للشعب السوري، بتعرفوا يعني. محاسبة المجرمين اللي قتلوا الشعب السوري، اللي أجرموا بالشعب السوري، وفي ناس موثقة جرائمهم بالفيديو ولحد الآن ما تحاسبوا. أشخاص مثل هذول انصب مشانك وشنق مشان تتربى الناس كلها، ومشان العدالة الانتقالية والمواطنة والسلم الأهلي اللي بيحكوا عليه. يعني أشخاص مثل هذول ليش ما بتعدمهم يعني؟ لأنه هذول مجرمين جهارا نهارا، جهارا نهارا مثل ما بيقولوا. ورب العالمين بالقرآن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص هو اللي بيجيب لك الحياة من المجرمين طبعا. يعني مو مسألة والله واحد دعس على العلم ولا دعس على كذا أروح أذبحه، لا، هذا بيتعذر، بنعذر عليه، بنبهدله، بنبزق بنص وجهه يعني، وبيتحاسب لأنه أهان رمز، تمام. ولكن ما قتل. القتل غير. قتل هذول المجرمين، هذول محاسبتهم ضرورية جدا جدا جدا. في مواضيع كثير أهم من الخمور ومسألة تقييد الخمور يا جماعة. يعني عدالة انتقالية، محاسبة المجرمين، وكل البرلمان هذا اللي ما اجتمع، اللي بيقرر كل أمور سوريا. كل أمورنا لازم تكون عن طريق هذا البرلمان. مش ما احنا مثل بشار الأسد سلطة واحدة، عرفت شلون؟ مثل فرعون أنا ربكم الأعلى. لا، في عندنا لازم يكون في برلمان، ولازم يكون في حكومة، تمام، تقترح هذا الشيء على البرلمان، والناس في عندها شيء تقترحه على البرلمان، والبرلمان يصوت عليه ويوافق عليه، يمنع ولا يسمع. مسألة كثير مهمة. يعني في كثير مواضيع مهمة لازم يطرحها الواحد غير تبع شغلة الخمور يا جماعة. يعني عجيب أمركم، بالفعل عجيب أمركم. يعني مسألة الغاز اللي حوران كلها ما فيها غاز. صحيح في منهم ناس جشعين وعم بياخذوا قناني غاز وبيروحوا بيبيعوها بالسوق الحر، او بيبيعوها اللي بيبيعوا دبل وثلاث اضعاف. ثلاث اضعاف يا جماعه، ثلاث اضعاف. الله يعين الناس. وضع المواطن، الكهرباء، الفواتير الكهرباء اللي ارتفعت، اللي فاتوره الكهرباء اعلى من راتب الموظف هناك. يعني في مسائل كثيره لازم تطرح غير مساله شو اسمه الخمور وما خمور. يعني في شيء كثير شغلات مهمة جدا جدا بحياة المواطن، ولا صارت عنا الخمور أهم شيء وتركنا العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين والأمور الثانية المهمة كثير كثير بحياة المواطنين. شعب سوري مرهق، شعب سوري تعبان، شعب سوري ماكل هوا. بدنا نشوف كيف بدنا نوقف معه، كيف ننعش هالمواطن. يعني أقسم بالله العظيم هالبحثة لازم نبقها الواحد. نحن حكينا مليون مرة بننقد مشان نبني، نقد بناء، ما بننقد مشان نهدم. ولكن في شغلات بالفعل ما بيقدر يصبر عليها الواحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.